من بطون الكتب نستخرج الفكرة الفاعلة، ومن حركة الإنسان نستعيد اللحظة الراهنة، ومن مجامع المعرفة نحلل الراهنة. عود على فكر مع البروفيسور سعيد عيادي. لعل من بين القضايا الكبرى التي تشغل بال الباحثين في عالمنا المعاصر هو تطبيق النظريات الاجتماعية والإنسانية، فتعقيد أوضاع العالم والمجتمعات الإنسانية اليوم زاد من إقبال البلدان المتقدمة على تفعيل مختلف النظريات بمقاربات مختلفة للإلمام بالأوضاع، بمتابعتها، بالوقوف على شؤونها، للحد من تفاقم بعض الحالات المعقدة والتي تتحول تدريجيا إلى مشكلات اجتماعية، ثم تتحول إلى أزمات اجتماعية، ثم أخيرا تصير معضلات اجتماعية، ديليما كيس كالتي يتحدث عنها فرانسيس فوكوياما حينما حلل أوضاع العالم في كتابه نهاية التاريخ، متنبئا بأن صيرورة جديدة ستهز العالم تقتل الفاشلين وتزيد الناجحين قوة على قوة. طبعا هو قال بأن الناجحين هم الذين يتواجدون على خط الميراث اليهودي المسيحي بصريح العبارة، وقال إن الطرف الآخر الذي سينكسر وسيموت هو الخط الناشئ حول ما سماه هو خط الصدع التاريخي. خط الصدع التاريخي أي خط الصدع هي تلك الثلامات التي تحدث في بعض المناطق الجغرافية والتي تنبئ بحصول انهيارات كالتي يتحدث اليوم عنها علماء الجيولوجيا بثلامة كينيا. هكذا هو تصور العالم الإسلامي أو الخط الإسلامي، لأنه في تقديره خط فاشل، خط جامد لا يتغير ولا يتطور، وبالتالي هو واحد من أولئك الذين عملوا على تطبيق نظريات اجتماعية إنسانية في فضاءات المجتمع الإسلامي، وحاولوا أن يعطوا لها تمجيدا فكريا وعقديا من خلال وضعها وقولبتها فيما يسمونها بالعولمة المعرفية، أي من ليست له معرفة بتحليل مجتمعه فليسلم أمره للقوى المعرفية الكبرى، أو فليستسلم إلى مصيره المحتوم الموت، لأنه يعتبر بأن العلمانية هو داء آخر الزمان، إما أن تصلح وإما أن تموت. والواقع أننا حينما نراجع ما كتبه وما تحدث به فرانسيس فوكوياما على غرار الكثير من الرموز الذين كتبوا في الولايات المتحدة الأمريكية خارج الولايات المتحدة الأمريكية، واعتبروا بأن العالم الإنساني الذي نعيشه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إلى اليوم هو عالم يخضع لتطبيق النظريات الاجتماعية والإنسانية. وانظروا كيف خاطبت أنجيلا ميركل الشعب الألماني منذ أيام قليلة مضت، وهي تقول إن ألمانيا ستنفق زهاء 3 ملايير دولار لتطوير قدراتها في الذكاء الاصطناعي. وتعلمون أن نظرية الذكاء الاصطناعي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية،
واشتغل عليها الكثير من علماء العلوم الإنسانية والاجتماعية، حتى ظهر لنا ذاك الكتاب الكبير الموسوعة الذي يحمل عنوان لوم انفورماتيزي، الرجل المعولم، أي الرجل الذي تسيره الآلة، يخضع للآلة، تبرمجه زمنيا، تبرمجه كلاميا. وتصوروا بأن هذا العالم سيؤول في نهاية المطاف إلى عالم تقيده الأنظمة الإلكترونية. ولهذا نلاحظ مثلا ذلك الكتاب المدوي الذي ظهر مع نهاية ستينيات القرن الماضي، والذي حمل العالم 1984، أي بنهاية الستينيات. كان الكتاب يتنبأ عن مصير العالم، عن حالة العالم، عن وضعية العالم في 1984. وحينما وصلنا إلى سنة 1984 تم إجراء حصائل ونواتج لما حصل في العالم من العقد السادس إلى العقد الثامن من القرن العشرين. وهذا ما يبدي لنا حيوية العلوم الاجتماعية والإنسانية في العالم الغربي المتقدم. كما نجد إلى جانب إسهامات هؤلاء الدور الكبير الذي قام به عالم الفلك الذي اشتغل بالعلوم الإنسانية والاجتماعية في اليابان، وهو ميشيو كوكو، الذي في نهاية حياته انتحر لأنه قال بأن هذا المجتمع لا يبشر بنهاية طيبة، ويسير في اتجاه إقصاء الآخر، إقصاء الثقافات، إقصاء الوجود، الدخول في حروب مدمرة. التنافس العسكري بين القوى الكبرى ليست له نهاية محمودة، هو تآمر على البيئة، تآمر على الإنسان، تآمر على الصحة. ولهذا الشيء ميشيو كوكو كتب الكثير من النبوءات حول العالم الآتي، العالم الذي رآه ضد الإنسان، واختار في نهاية المطاف أن لا يتابع مسيرته وأنهى وجوده بنفسه، معتبر أن حركة الانتحار تعبر فعلا عن حالة الانسداد الذي سار فيها هذا المجتمع الإنساني العام. من المفارقات أن أزمة القيم تترافق مع التقدم الهائل والتطور المذهل في العلوم والتقنيات. علي حرب، مفارقة التقدم. عود على فكرة. بطبيعة الحال نحن نفكر بأن هذا التعقيد والتطور السريع في المجتمعات التي حصلت أو حققت تقدما كبيرا هو الذي جعل من رموز وشخصيات العلوم الإنسانية والاجتماعية تتدخل، وتدخلاتها ذهبت في اتجاهات شتى. من بين هذه التدخلات التي سارت في اتجاهات شتى هو أن نجد نسقا من العلوم الاجتماعية والإنسانية يسعى للحفاظ على مكونات الأمة لتكون الدولة متجانسة معها. هذا شكل انشغال كبير أن لا تتعارض الدولة بمختلف أجهزتها مع الأمة، وبالتالي تدخلوا ووضعوا نظريات تبقي الأمة المصدر الرئيسي لبلورة، لهيكلة، لصياغة المفاهيم والقوى والمصطلحات والأنظمة والقراءات والمناهج وما إلى ذلك. أي أن الدولة هي رأس الحركة، لوكوموتيف، التي تسير قاطرة كبيرة تعج بمكونات لها من العمق التاريخي ما لها.
ثم تأتي بعد ذلك أهمية تلك النظريات الشهيرة التي ازدانت بها مجالات علوم التربية، وخاصة علوم التربية في الغرب، ف99% منها هي نظرية تقوم بدرجة أساسية على رعاية الخصائص التاريخية للأمة وكيفية تحديد الفرص والإمكانات والخبرات التي ينشأ فيها الإنسان. لقد جاءت الفرنسية إيسومباغ جاماتي بكتابها الشهير كريز دو لونسينيومون، كريز دو لا سوسيتي، أزمة التعليم من أزمة المجتمع، وحاولت أن تحيل نظر المشرفين على تشكيل النظام التربوي في فرنسا على أنه ما لم تعطى للقيم التربوية فعاليتها، قوتها، تجذرها، فإن كل الوسائط والوسائل والمكونات التعليمية لاغية ولو أتينا ما أتينا بالمقاربات. ذلك أن الأصل هو في بناء تلك القاعدة التربوية التي تجعل الجيل يحترم مكونات الأمة، وبعد حصول هذا الاحترام فإن كل العقول المتعلمة تؤدي إلى أن تخلد في ذهنيتها، في تفكيرها، في مناهجها قداسة الأمة، وهو الفعل الذي رأيناه قويا متينا بل ومتجاسرا خلال فترة الحكم النازي في ألمانيا. فالحكم النازي انتشر بقوة متناهية التأثير بفضل تلك الصيغة وتلك الصلة التي أوصلتها إليها المدرسة النقدية الاجتماعية في ألمانيا الناشئة منذ 1923، والتي يسميها الكثير من الباحثين مدرسة فرانكفورت، باعتبار أن هذه النخبة من الباحثين ومن العلماء المتجاسرين إنما كان مقر عملهم جامعة فرانكفورت، ثم انتقلوا في باقي البلدان الأوروبية، وأخيرا انتقلوا جميعا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ولعلنا ما زلنا إلى اليوم نشهد نقاشات في ألمانيا وباقي المجتمع المتقدم حول أهمية الصلة بين القيم التربوية الثقافية التي تحملها الأمة وتحملها الأجيال جيلا بعد جيل، إلى أن يتشرب الجيل كل القيم التي تجعله يقوم، يوجه، يسير سياسات الدولة لتكون متوافقة متكيفة بلا اضطراب بلا تطرف مع قيم الأمة، حتى يتحقق الانسجام العام في المجتمع ولا يحصل أي اغتراب بين الإنسان وثقافة المجتمع والاتجاهات السياسية ومختلف تطبيقاتها. هذا الرجل الذي يمثل هذا التيار الحالي اليوم يمكن أن نقول بأنه خلق لنا الجدل عالميا حول أهمية تطبيق النظرية الاجتماعية والإنسانية، وهو يورغن هابرماس. واشتهر يورغن هابرماس بكتب كثيرة، وخاصة كتابه حول التواصلية الذي أخذ شهرة كبيرة نهاية العقد الثامن، ولكن أكبر نقاش أثاره وما كان يسميه الفضاءات العمومية. الفضاءات العمومية ليست ساحات، ليست شوارع، ليست مؤسسات، هو فضاء الثقافة الذي يصنعه الجيل، ذاك الذي كان يتكلم عنه يورغن هابرماس، ودعا الناس إلى فهمه والاندماج فيه من دون ضرب مكوناته بعضها ببعض. ولهذا أتم عمله وطوره إلى مستوى راق أكسل هونيت. وأكسل هونيت أضاف بعمله إلى عمل زميله الأول يورغن هابرماس
قراءة عالمية قوية لما يمكن أن تؤدي إليه ضوابط تطبيق النظرية الاجتماعية والإنسانية إلى جعل الإنسان يعيش عالمه، لكن من دون أن يفقد توازنه ومن دون أن يسقط في الاغتراب. إذا كانت التنمية هي العلم حين يصبح ثقافة، فإن التخلف سيكون هو العلم حين ينفصل عن الثقافة، أو هو الثقافة حين لا يؤسسها العلم. محمد عابد الجابري، عود على فكر. بالتالي فإن التجارب الإنسانية العالمية كلها أعطت أقول لتطبيق النظرية الاجتماعية أهمية كبيرة، ذلك أنهم تيقنوا وتأكدوا أن من بين نتائج الحرب وخلفياتها المدمرة أنهم سعوا ألا تتكرر الحرب، سعوا لخلق مجتمع هادئ، مجتمع متعاون، مجتمع يطرح مسألة السلم العالمي على درجة كبيرة من المسؤولية الأخلاقية على كل التنظيمات، على كل الدول، على كل التكتلات. وعليه فإننا نجد هنا الكثير من المختصين في العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية يتجهون إلى البحث عن رسم خرائط تسمح لهم بتحديد مستوى، مضمون، واتجاهات تطبيق النظريات الاجتماعية والإنسانية. بل أكاد أجزم هنا أن عصر ما بعد الحرب العالمية الثانية هو بامتياز عصر بروز وتطور وانتشار النظريات الاجتماعية والإنسانية، ولعل من بين المجتمعات التي تدمرت خلال الحرب العالمية الثانية وتنورت كل التنوير ببروز علماء اجتماع كبار صنعوا نظريات اجتماعية وإنسانية للتحكم في مسيرة المجتمع، هو المجتمع الياباني. وكلكم تعرفون الإضافات الكبيرة التي قدمها في هذا المجال سوزوكي إيساو الذي قارن بين المجتمعات المدمرة والمجتمعات المدمرة أثناء الحرب العالمية الثانية، وقدم تحليلا قيميا ثقافيا تقريبا فيما بعد لما نشأ في إطار علم الاجتماع الثقافي تيار مقاربة الانتشار، كان من بين رموزها اليابانيون سوزوكي إيساو، وقدم دراسات كبيرة في هذا المجال، وقال إن اليابان في حاجة أن تعيد الاستثمار في رصيد عصر الميجي الياباني الذي صنع مجد وقوة وسؤدد هذا المجتمع. لكنه قال إن الإمبراطورية اليابانية العسكرية رأت بأن المادة العسكرية، رأت بأن قطعة السلاح العسكرية، رأت بأن الذكاء الاصطناعي العسكري مجاراة للأمريكيين هو الذي يصنع قوة اليابان. ولكنها في نهاية المطاف تأكدت بأن ما تنبأت به القيادة العسكرية اليابانية لم يكن سليما ولا صحيحا، ورأوا بأن استعادة قوة عصر الميجي اليابانية أعطت للمقاربة الثقافية التكوينية في المجتمع الياباني عودة سريعة، عودة قوية. ولو تترجم لنا اليوم الدراسات اليابانية المنجزة في حقول العلوم الإنسانية والاجتماعية لرأينا كتلة كبيرة
من المختصين في هذه العلوم يؤكدون أن قوة وتماسك وحماية وانسجام وتناسق المجتمع الياباني ليس في القوة العسكرية اكتسابا واستعمالا، وإنما في استعادة رمزية القوة الميجية التي صنعت لليابان حضوره التاريخي القوي. ثم جاءت من بعده كما تعرفون باحثة علم الاجتماع اليابانية الشاهرة شينا كان، والتي أول من حصلت على درجة بروفيسورة في علم الاجتماع في اليابان سنة 1970 بالنظر إلى حجم دراساتها النوعية، إسهاماتها الكبيرة في هذا المجال، والتي ترجمتها من بين ما ترجمت كتابها الشهير المجتمع الياباني، ترجم إلى لغات عالمية كثيرة. لكن للأسف نحزن لوضع القارئ العربي، فهو لا يستطيع أن يقرأ لعالمة الاجتماع شينا كان، لأنه لا أحد في العالم العربي التفت إليها ولا ترجم ما خلفت لنا من كتب نفيسة في هذا المجال. وهي امرأة من بين أولئك الذين رسموا توجه اليابان نحو التركيز على العلوم الاجتماعية والإنسانية. ولسنا نكشف سرا إذا قلنا بأنه حتى في مجال الصناعات التطبيقية، العلوم التكنولوجية، فاليابانيون يحترمون توظيف مختلف مقارباتهم في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية. ونحن للأسف في مجتمعات التخلف، مجتمعات التبعية، مجتمعات الانغلاق، ما زلنا نضحك ملء أفواهنا على من يشتغل في حقول العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية، ونقول بكل بخس وخسارة سي دو بريكولاج للأسف. إن المتطرف يضع نفسه موضع الإله، بينما صاحب الموقف العقلاني يضع نفسه حيث وضعه الله. واحدا من أيها الناس. محمد عابد الجابري، عود على فكر. ولعلنا نجد أنفسنا بعد ذكر كل هذه النماذج وكل هذه الحالات ملزمين أن نقف على شيء يلفت النظر، هو أن نتكلم عن واقع تطبيق النظرية الاجتماعية والإنسانية في هذا الصنف الذي يسمى المجتمعات العربية، العالم العربي، الوضعية العربية. بطبيعة الحال لعل مما نشير إليه هو التخلف والتأخر الكبير في بناء الجامعات العربية، فأغلب البلدان العربية كانت تعاني من تخلف كبير في بناء جامعاتها. ثانيا أنها لم تكن تملك الكفاءة والطاقات التي تسير هذه الجامعات في مختلف التخصصات والفنون، فاضطرت أن تفتح جامعات وطنية وتأتي بالطاقم المشتغل فيها من بلدان شتى، كل بموقفه ورؤاه وتجاربه وخبراته. ولعل أول ما يصادف هذا الطاقم المستجلب من بلدان أخرى هو القطيعة، هو الغرابة، هو لا وضوح بين رصيده الذي بناه وشكله في بلده البعيد كل البعد عن خصوصية العالم العربي، وما صار أمامه يراه حقيقة وواقعة، يدرس السلوكات، العلاقات، الأرصدة، الميراث، التعامل، التسويق، التبني، الترويج، حيثما يحل يقول في نفسه: لو أنكم أيها العرب أنشأتم جامعات ووضعتم داخلها من يستطيع
أن يفهم هذا العالم الذي تعيشونه في التفكك والتأخر والتبعية الذي تواجد في هذا العالم، تحتاج إلى أخصائيين في إعادة التركيب، إعادة لم الشمل، إعادة بلورة وبناء نظرية كالتي فعلها ابن خلدون، كالتي فعلها ابن قنفذ، كالتي ساهم بها الشيخ الصفار. فهؤلاء جميعا قدموا رؤى هي كانت بدايات لما يمكن أن نسميه اليوم مقاربات الاشتمال. ألم يتنبأ أبو رأس الناصر المعسكري الراشدي الجزائري المتوفى سنة 1823 وهو في مصر في مراكزها ومؤسساتها قد تنبأ بأن الجزائر ستقع تحت احتلال الإفرنج، أي هؤلاء الفرنسيون الذين سيأتون بعد وفاته ب7 سنوات ويحتلوا الجزائر ويفرضوا فيها أمرهم ونظامهم، ويساهموا إلى جانب كذلك بتأخرهم وتبعيتهم لوضعهم السابق. طبعا نحن لا ننكر وجود فكر اجتماعي في العالم العربي حاول أن يرأى بالصدع، ولكن مرحلة التأخر والتخلف والتبعية كانت طويلة 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 جدا، إلى الدرجة التي حدثنا فيها شوقي خليل المفكر السوري الشهير في كتابه من ضيع القرآن، يقول: لقد ظل العالم العربي يشتغل في مجال البحرية على مدى قرون وسنوات، وقال إن العادة في المجتمعات العربية وهي تستغل هذه الزوارق والبواخر وما إليها أن تأتي قبل انطلاق الرحلة البحرية بعقد حلقة داخل المركب البحري وتلاوة عدة أحاديث من البخاري قبل الانطلاق، ليس تبركا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم قالوا إن الآلة البخارية يحسن أن تسير برواية أحاديث البخاري، يعني صحيح مسلم لا يقرأ صحيح البخاري، يعني لمجرد التشابه بين لفظ الإمام البخاري والبخار الذي كانت تسير به بعض السفن آنذاك لوجود مراجل فيها الفحم، أدى ذلك إلى اعتقادهم بأن رواية البخاري تصلح لتسيير المراكب البخارية. أي منطق هذا؟ أي عقل هذا؟ أي تاريخ هذا؟ هذا كله خلاصة ما كان يعيشه العالم العربي، وللأسف ما زلنا إلى اليوم نرى ونشهد مثل هذه السفاسف. ويكفي أن نعود إلى تفسير جواهر طنطاوي لنقرأ معه الكثير من الفلتات في تفسيره، فيخرج عن منطق العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية، ويحكي لنا خرافات لا يقبلها القرآن ولا تقبلها الأحاديث النبوية ولا يقبلها عقل. ونحن اليوم في حاجة إلى ثورة عقلية نقدية حقيقية نبني من خلالها نظرية اجتماعية إنسانية ننقذ بهذا العالم من الردة التي انغرز فيها ولم يستطع الخروج منها، وازداد تورطا لما تورط في مشاكل الربيع العربي المؤسفة. إلى هنا أنهي حديثي معكم في هذه الحلقة. أتمنى أن نلتقي في حلقة مقبلة من عود على فكر. نتمنى لكم وافر الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من بطون الكتب نستخرج الفكرة الفاعلة، ومن حركة الإنسان نستعيد اللحظة الراهنة، ومن مجامع المعرفة نحلل الراهنة. عود على فكر مع البروفيسور سعيد عيادي.